لما بنتكلم عن مصر القديمة كتير بيجي في بالنا الأهرامات، الفراعنة، الكنوز. بس في قصة أكبر بكتير، قصة ميلاد أول دولة حقيقية في تاريخ البشرية. بعد ما الملك مينا وحد القطرين، مصر ما بقتش مجرد أرض عليها قبائل متفرقة. لأ، دي تحولت لكيان واحد منظم، له حكومة مركزية وجيش وقانون بيطبق على الكل. في الشرح ده إحنا هنرجع بالزمن حوالي 5000 سنة عشان نشوف مع بعض خطوة بخطوة إزاي أجدادنا حطوا حجر الأساس لحضارة لسه العالم كله واقف قدامها مبهور. أول حكومة منظمة في التاريخ. جملة قوية صح؟ ممكن حد يفكر إنها مبالغة، بس الحقيقة لأ. الدولة المصرية القديمة هي اللي اخترعت المفهوم ده أصلاً. يعني تخيلوا معايا كده شكل العالم وقتها، شوية قبائل هنا، مدن صغيرة هناك، وكلهم بيحاربوا بعض. وفجأة في مصر يظهر كيان عملاق له رأس واحد هو الملك، وراه جهاز إداري معقد جداً وقوانين ماشية على كل الناس. دي ما كانتش مجرد خطوة، دي كانت قفزة، ثورة بمعنى الكلمة في تاريخ البشرية كله. طيب عشان نفهم القصة العظيمة دي هنمشي فيها على 5 محطات رئيسية. الأول هنشوف إزاي الدولة دي اتولدت أصلاً. بعدين هنفتح ملف ماكينة الحكم والإدارة ونشوف كان شغالة إزاي. المحطة الثالثة هتكون عن ثروة مصر ومواردها اللي كانت وقود الحضارة دي. بعدها هنتكلم عن الناس نفسهم، المجتمع، الفن والعلم. وفي الآخر خالص هنشوف الإرث اللي سابوه لنا بنات الأهرامات واللي لسه عايش معانا لحد النهاردة. يلا بينا نبدأ رحلتنا ونرجع لنقطة الصفر. في الجزء الأول ده هنركز على لحظة الميلاد، إزاي الدولة دي قامت، وإزاي فكرة واحدة، فكرة الملك الإله، كانت هي الأساس اللي اتجمع عليه كل شيء. القصة بتبدأ من زمان قوي، حوالي سنة 3200 قبل الميلاد. قبل الوقت ده مصر اللي نعرفها ما كانتش موجودة. كانت عبارة عن مملكتين منفصلين، مملكة في الجنوب ليها ملك ولابسة التاج الأبيض، ومملكة في الشمال ليها ملك تاني خالص ولابسة التاج الأحمر. الوضع ده استمر لحد ما ظهر على الساحة ملك أسطوري اسمه مينا، أو زي ما بنشوفه على صلاية نرمر، ونجح في المستحيل إنه يوحد القطرين في دولة واحدة قوية. اللحظة دي يا جماعة مش مجرد نصر في معركة، لأ، دي كانت شهادة ميلاد الهوية المصرية اللي نعرفها، ودي كانت صافرة بداية عصر الدولة القديمة. طيب إيه اللي كان ماسك الدولة دي كلها ومخليها كيان واحد؟ الإجابة في كلمة واحدة: الملك. بس لحظة، لازم نفهم إن الملك ده ما كانش مجرد حاكم أو رئيس جمهورية، لا لا لا. الفكرة كانت أعمق من كده بكتير. المصريين القدماء كانوا شايفينه إله حي بيمشي على الأرض، تجسيد للإله حورس نفسه. وده معناه إيه؟ معناه إن كلمته مش قانون وبس، دي أمر إلهي. طاعته واجب ديني مقدس قبل ما تكون واجب سياسي. هو كان حرفياً مركز الكون بتاعهم، مصدر القانون والنظام وكل حاجة كويسة. والسلطة الإلهية دي ما كانتش مجرد كلام في كتب، لأ، دي كانت حاجة الناس بتشوفها بعينيها وتحس بيها. إزاي؟ عن طريق احتفالات ومهرجانات ضخمة كانت بتوقف البلد. أهم احتفال طبعاً كان التتويج، اللحظة اللي الملك بيلبس فيها التاج المزدوج، الأبيض بتاع الجنوب مع الأحمر بتاع الشمال، عشان يقول للكل أنا رمز وحدة البلد دي. وفي احتفال تاني أغرب وأهم اسمه عيد السد. ده كان بيتعمل بعد ما الملك يحكم 30 سنة، وكان عبارة عن طقوس سحرية عشان يجدد قوة الملك وشبابه الإلهي ويقدر يكمل حكم. وطبعا الأعياد الدينية التانية زي أعياد الإله سكر ومين، كانت كلها بتفكر الناس بنفس الفكرة: الملك ده هو الصلة الوحيدة اللي بينه وبين عالم الآلهة. سؤال مهم، ملك واحد مهما كانت قوته الإلهية، إزاي كان بيقدر يحكم دولة ضخمة زي دي؟ هنا بقى ندخل على الجزء التاني عشان نكشف أسرار ماكينة الدولة، الجهاز الإداري العبقري اللي كان بيدير كل صغيرة وكبيرة في مصر. مركز القيادة والتحكم كان في العاصمة منف، واختيار منف ما كانش صدفة، دي كانت في نقطة استراتيجية عبقرية بتربط بين الدلتا في الشمال والصعيد في الجنوب. وفي قلب منف كان في القصر الملكي اللي المصريين سموه برعا، ومعناها الحرفي البيت العظيم. واللطيف إن كلمة برعا دي هي اللي مع الوقت اتحولت وبقت فرعون. يعني أصل كلمة فرعون ما كانش اسم الحاكم، كان اسم القصر بتاعه. والمكان ده ما كانش مجرد بيت الملك بيعيش فيه، لا، ده كان هو الحكومة كلها، العقل اللي بيفكر وبيدير البلد. عايزين نتخيل البيت العظيم ده كأنه مجمع التحرير بتاع زمان، بس أكبر وأهم بكتير. جواه كان فيه إدارات متخصصة، أو يعني وزارات. كان عندك مثلا بيت التحريرات، وده زي الأرشيف القومي، بتسجل فيه كل ورقة وكل قرار. وعندك بيت التوزيع، وده بقى وزارة المالية اللي بيلم الضرائب اللي كانت في شكل محاصيل. وبيت الحقول طبعا وزارة الزراعة. وكان فيه كمان البيت الأبيض المزدوج، وده الخزنة بتاعت الدولة.
وبيت الذهب اللي كان بيتشال فيه احتياطي الذهب والمعادن النفيسة، وده نقدر نعتبره أول بنك مركزي في التاريخ. يا جماعة ده تنظيم إداري يخض بصراحة. التسلسل القيادي ده كان واضح وضوح الشمس. على قمة الهرم طبعاً الملك صاحب السلطة المطلقة، بس الملك ما كانش شغال لوحده، كان تحته مباشرة الراجل التاني في الدولة، الوزير. ده كان رئيس الوزراء ورئيس القضاء في نفس الوقت، وكل الوزارات اللي قلنا عليها دي كانت مسؤولة قدامه. تحت الوزير يجي رؤساء الإدارات المركزية، كل واحد متخصص في مجاله، والسلطة دي بتنزل من فوق لتحت لحد ما توصل لكل حتة في مصر عن طريق حكام الأقاليم، اللي هم زي المحافظين بتوع دلوقتي كده، وكانوا بيحكموا ال 42 أقليم بتوع مصر. شبكة إدارية عاملة زي الساعة، دقيقة ومحكمة. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا عايزاكم تركزوا فيها معايا، لأنها هتفسر لنا حاجات كتير هتحصل بعدين. حكام الأقاليم دول في الأول خالص كان الملك هو اللي بيختارهم ويعينهم بنفسه، فكان ولائهم الأول والأخير للملك. لكن مع مرور السنين الموضوع اتغير، المنصب بقى بالوراثة، الابن ياخده بعد أبوه، وشوية بشوية العائلات دي قوتها زادت قوي في الأقاليم بتاعتها، وبقى عندهم نفوذ وفلوس، وبقوا عاملين زي ملوك صغيرين كده. وهنا بالظبط اتزرعت بذرة الخطر، البذرة اللي هتكبر بعد كده وتبقى سبب رئيسي في انهيار كل اللي اتبنى ده. تمام، كل التنظيم الرهيب ده والمشاريع العملاقة زي الأهرامات كانت محتاجة تمويل ضخم وموارد جبارة. السؤال، الفلوس دي كلها كانت بتيجي منين؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث لما نتكلم عن محرك الحضارة، المصادر اللي خلت مصر دولة غنية وقوية. لو في كلمة سر واحدة للحضارة المصرية كلها هتبقى النيل. بس عبقرية النيل مش بس في إنه مصدر مية وخلاص، لأ، السر كان في الفيضان السنوي بتاعه. تخيلوا إنه كل سنة في ميعاد شبه ثابت النهر بيفيض ويغطي الأرض بطبقة جديدة من الطمي الخصب. دي كانت حرفياً هدية بتتجدد كل سنة، والهدية دي خلت الزراعة هي أساس كل حاجة في الاقتصاد. المصريين زرعوا قمح للعيش وشعير للجعة وكتان للملابس، وجزء كبير من الخير ده كله كان بيروح للدولة في صورة ضرائب، وهي دي الفلوس اللي بنينا بيها الأهرامات والمعابد. بس ثروة مصر ما كانتش طالعة من الأرض الخضراء بس، دي كانت طالعة كمان من قلب الصحراء. الصحاري المصرية كانت مناجم كنوز مفتوحة، والدولة كانت بتنظم حملات ضخمة شبه الحملات العسكرية عشان تستخرج الثروات دي. كانوا بيروحوا سينا يجيبوا النحاس اللي بيعملوا منه كل الأدوات والأسلحة، وكانوا بيروحوا أقصى الجنوب لبلاد النوبة أو أرض الذهب زي ما كانوا بيسموها عشان يجيبوا المعدن المقدس اللي كانوا بيعتبروه لحم الآلهة. ده غير كنوز الأحجار، الجرانيت الوردي الصلب من أسوان عشان يبنوا بيه قلب الأهرامات، والحجر الجيري الأبيض الناصع عشان يكسوها من بره وتبقى بتلمع في الشمس، والمرمر الشفاف اللي عملوا منه تحف فنية. كل الموارد الاستراتيجية دي كانت في إيد الدولة ومحدش غيرها. طيب كده فهمنا الدولة كانت شغالة ازاي وفلوسها بتيجي منين، بس مين هم الناس اللي عملوا كل ده؟ تعالوا بقى في الجزء الرابع ده نقرب أكتر من الناس، من المجتمع المصري نفسه، ونشوف كانوا عايشين ازاي وإيه حكاية فنهم وعلومهم اللي سبقت عصرها. المجتمع المصري القديم كان مترتب زي الهرم بالظبط. على القمة طبعاً الملك وعيلته، تحتهم على طول تيجي طبقة النخبة، الوزير، كبار الكهنة والكتابة، دول كانوا المخ المدبر للدولة. بعديهم تيجي طبقة مهمة جدا، الجنود اللي بيحموا الحدود والفنانين والحرفيين اللي إيديهم بنت كل العظمة دي. أما قاعدة الهرم الكبيرة فدي كانت من نصيب الفلاحين، الناس اللي كانوا بيأكلوا البلد كلها حرفياً. وفي الآخر خالص العمال والخدم. كان نظام طبقي واضح، بس كل طبقة عارفة دورها كويس ومساهمتها في المنظومة الكبيرة دي. وهنا بقى لازم نقف عند نقطة من أكتر النقط اللي بتبهرني شخصياً في الحضارة دي، وضع المرأة والأسرة. الأسرة كانت هي النواة المقدفة للمجتمع، والمفاجأة الحقيقية إن الست المصرية كان ليها حقوق ووضع متقدم بشكل لا يصدق مقارنة بأي مكان تاني في العالم في الوقت ده. يعني كان من حقها تملك أراضي باسمها وتورث وتعمل بيزنس خاص بيها وتروح المحكمة ترفع قضايا. ولو بصينا على فن المقابر هنلاقي دليل واضح جدا، الزوجة دايما بتترسم بنفس حجم جوزها واقفة جنبيه كتف بكتف، وده مش مجرد رسمة، دي رسالة قوية عن الاحترام والمساواة والشراكة. طيب نيجي للعلم. التقدم العلمي في عصر بنات الأهرامات ده حكاية لوحده. في الهندسة مش محتاجين نتكلم، الهرم الأكبر نفسه أكبر دليل، بناء هندسي معجز متوجه للجهات الأربعة الأصلية بدقة تخض.
في الفلك المصريين دول بصوا للسماء وربطوا بين ظهور نجم الشعر اليمنية وميعاد فيضان النيل، ومن الملاحظة البسيطة دي عملوا أول تقويم شمسي دقيق في التاريخ 365 يوم وربع. أما في الطب فالبرديات بتقول لنا إنهم كانوا بيعملوا عمليات جراحية وكانوا خبراء في الأعشاب، وطبعا التحنيط لوحده يثبت إنهم كانوا فاهمين تشريح جسم الإنسان كويس جدا. وبكده نوصل للمحطة الأخيرة. بعد كل العظمة دي، إيه اللي فاضل منها؟ إيه الإرث اللي سابوه لنا بناة الأهرامات؟ ده اللي هنتكلم فيه في الجزء الأخير. الخلاصة يا جماعة إن الدولة القديمة دي ما كانتش مجرد صفحة في كتاب تاريخ، لأ، دي كانت البلوبرنت، المخطط الهندسي الأول للحضارة زي ما نعرفها. هي اللي حطت القواعد. يعني إيه دولة مركزية؟ يعني إيه دين منظم وجزء من الحكم؟ يعني إيه عمارة ضخمة تخلد اسمك؟ ويعني إيه علم ومعرفة هم أساس القوة؟ كل الحضارات الكبيرة اللي جت بعد كده من أول الرومان لحد النهاردة بشكل أو بآخر بيبنوا على الأساس اللي المصريين دول حطوه من آلاف السنين. والاستقرار المذهل ده استمر حوالي 500 سنة، يعني 5 قرون من السلام والرخاء. بس زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال. فاكرين بذرة الخطر اللي اتكلمنا عنها؟ حكام الأقاليم اللي بدأوا يورثوا الحكم لولادهم؟ أهو البذرة دي كبرت وقوتهم زادت قوي لدرجة إن ولائهم بقى لأقلامهم مش للملك في العاصمة. وشوية بشوية النظام المركزي القوي ده بدأ يضعف ويتفكك من جوه لحد ما انهار خالص، ودخلت مصر في فترة صعبة جدا، أول عصور الاضمحلال والفوضى. وده يخلينا نسأل سؤال مهم في النهاية. بعد 5000 سنة، هل لسه في دروس ممكن نتعلمها من أول دولة حقيقية في التاريخ؟ هل قصة نجاحهم في بناء موحدة ليها دروس في الإدارة والقوة؟ وهل قصة سقوطهم ليها دروس تانية عن أسباب الضعف والتفكك؟ أعتقد دي أسئلة مش بس للتاريخ، دي أسئلة لينا كلنا النهاردة ومحتاجة مننا وقفة تفكير.